اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا حبايبي، إن شاء الله الكل بألف خير صحة وعافية. أتمنى من كل اللي يشاهد الفيديو يشترك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. نبتدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا لتر من الحليب نضيفه بجدرية مثل ما تشوفون قدامكم، ومن بعدها ناخذه على النار مع التحريك المستمر، وعندما يبدي بالغليان ننص النار عليه وننزل عليه نص ليمونة، عصرة نص ليمونة، ونستمر بالتحريك إلى أن تتكتل. وهسه ننزله بالمصفاية نصفيه من المصل مثل ما تشوفون، ومن بعد نضيف الخضرة بالخلاط ونضيف عليه مكعب من الزبدة وشوية من المصل اللي صفيناه من عنده، ونتركه يخلط جيدا. بعدها نزل عليه ملعقة شاي من الملح ونخلط تمام لمدة 3 دقائق، ومن بعدها ننزل عليه ملعقة صغيرة من الجيلاتين مثل ما تلاحظون. وهاي الجيلاتين النباتي تعطيه شوية سمك، يعني سخن شوية حتى يتماسك. نديره في إناء بلاستيك مثل ما تشوفون، وهسه نغطي عليه ونتركه شي ساعتين بالثلاجة حتى يتماسك ويصبح قوامه كريمي ثقيل. حبايب قلبي هاي على طريقتي، بس والله العظيم أطيب من الجاهز وأحسن وأوفر. جربوا هاي الطريقة وادعوا لي، المنظر والطعم يفتح النفس، والمصل اللي طلعناه إنه يفيدنا بالمعدة. الفطائر بس لا تذبوا حرامات. شكرا على المشاهدة ومع السلامة.